حدثت بيني وبين جدتي مشكلة وكانت مريضة، فقالت وهي غاضبة: وصيتي ألا تزورني في حياتي ولا تشهد جنازتي بعد موتي. فأصابني الهم وأخذني الحزن بسبب ما قالته، فأرسلت إلى أهل العلم سؤالا عن حكم ما أوصت به، فكان الجواب: الوصية بمنع إنسان من زيارة الحي أو حضور دفنه وعزائه إذا مات وصية محرمة، لما فيها من الدعوة إلى القطيعة والإثم، بل إن فيها من مفاسد إذكاء العداوات والشحناء ما هو ظاهر، ولذا لا يجب تنفيذها، بل لا يجب تنفيذ شيء من الوصايا إلا ما كان فيه قربة وبر. قال ابن رشد رحمه الله: لا يلزم أن ينفذ من الوصايا إلا ما فيه قربة وبر. وجاء في الموسوعة الفقهية في جملة شروط الموصى به ألا يكون الموصى به معصية أو محرما شرعا، إذ القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان، فلا يجوز أن يكون الموصى به معصية. ويشار هنا إلى أن الفقهاء يشترطون أيضا أن يكون الموصى به مالا متقوما أو ما كان في معناه، وهذا يخرج محل السؤال وما كان من أمثاله من باب الوصية من أصله. لكن الشاهد من نقل كلامهم هنا أن نصهم على تحريم الوصية بما فيه معصية يدل على المنع من مثل هذه التصرفات لما فيها من المعصية والتحكم المحض الذي لا مصلحة للمتوفى فيه بوجه من الوجوه، مع ما فيه من حرمان صلاة عبد مسلم عليه واستغفاره له، وكل ذلك ممنوع، والله أعلم.